اتفضل. لا ما ليش في مهرجانات واغاني مهرجانات، ولا ما احبهاش، بس يعني مش كلها، عشان بعض اغاني مثلا لو قلت 3 عجبوني يبقى دي حادثه بالنسبه لي. مم. أم، مثلا عرفتهم بدايه من اغنيه بنت جرين، يعني ما كنتش اعرف يعني ايه مهرجانات اساسا في الاول. فبعدين كانت حلوه دي، وكان واحد بيهيص عليها جامد. بعض الاغاني دي يعني استخدامها عندي بالنسبه لي والناس كتير قوي في عيد ميلاد، في فرح، بنهيص عليها كلنا، فدي ميزه حلوه. لكن لما الناس هجمتها كتير بدات اتفرج على اليوتيوب واشوف بيقدموا ايه، لقيت اغاني كتير سافله قوي، وحاجات كتير مستواها منحط جدا اخلاقيا، وعيب يعني يطلع منهم الكلام الفاشل ده، والمصيبه ان هم جامعين عليه فيوز، فلا ما كانش يعني عاجبني. انت مع المهرجانات بس تكون بكلمات كويسه. تكون اغاني يعني نفهمها، كلام مم. نفهمه، كلام محدش يتكسف منه، كلام ولادنا يسمعوه عادي، نهيص عليه. اللي عجبني قوي قوي وهو سكه بعيد عن المهرجانات قوي، ويجز السكه دي عجباني اكتر جدا يعني. هو راب مش مهرجانات. وشفته الراب بالظبط يعني، ده احلى يعني. هما طلعوا تقريبا جنب بعض يعني في تايم واحد تقريبا، او انا عرفتهم في تايم واحد، مم. انا اللي عرفتهم في تايم واحد. فراب، لا الراب حلو، الكلام بتاعه معقول. آم، الولاد صغيرين يعني تبقى مطمن لو بيسمعوه، انت نفسك ما تبقاش متضايق وانت بتسمعه. ما بحبش انا الكلام طب انت البيئة بتتابع يعني، حد من من الاخر يعني المطربين كلام البيئة المهرجانات؟ لا ماليش فيه. مش بتابع حد خالص؟ سوري. مش بتابع حد من المطربين المهرجانات؟ اتابع؟ اه. لا اللي هو اول ما ينزل اغنيه كل لا فتره لا كده لا او لا مش كده. انا خالص. لا امم. انا ولا ابني، خلي بالك يعني، مش كل امم. الاجيال. يعني ابني عنده 10 سنين برضو ما بيحبش الاغاني المهرجانات دي خالص خالص. امال لقطت اغاني مهرجانات من ايه؟ سماعي زي ما قلت لك كده، في حفله، في عيد ميلاد، في فرح، امم. بنرقص عليها ونهيص عليها ونجري يعني كده رقص السنه مش عارف كده. لكن لكن نشغلها مثلا ونسمع يعني، لا مش. اكيد انت على اليوتيوب تدخلي اكيد تسمع لعمرو دياب. اي حد فينا بيسمع لعمرو دياب اكيد. طبعا عمرو اه. دياب ده من زمان بس لما طبعا. نشوف واحد من مغني المهرجانات عدى عمرو دياب في الفيوز على اليوتيوب، فانت لازم اكيد عرفتيه. عصام صاصا لو تسمع عنه، عارفاه؟ اسمع عن اه. اسمه لكن ما اعرفوش ولا اعرف بيقدم ايه، بعد مهرجانات اكبر. ولا حتى ابني يعرفه. لا امم. ما اعرفوش مش عارف عصام صاصا؟ يعني لا لا لو شفت ابني بيعمل رياكشن لا طبعا ما اعرفوش. ولا سمعت له لكن اي انا حاجه؟ سمعت اسمه. امم. رضا البحراوي ده مثلا سمعت اسمه من الخلافات اللي بينه وبين بتوع بنت الجيران. حسن شاكوش. حسن مم. شاكوش. وكمان عرفتهم لما طلعوا على برامج. امم. لكن صاصا ده بيقول ايه مش عارفه. في حاجات كتير. لا معليش فيه، لا مم. معليش. بقول انا الخلاصه. اجيب خوفه مصاصه. لو خوفه لو بنى الهرم الرابع كان هيسميه كروان. هو اسمه كروان، صاصا كروان. هو كروان ده اللي طلع في لا مش كروان مشاكل، لا هو عصام اه صاصا. صوته حلو، في الناس بتقول له كروان. صوته حلو. اه. طب حلو، يغني اغاني عدله بقى عشان نعرفه يعني. يعني مش عارفاه. لا ما اعرفوش بجد. لا هي دي حادثه ولا ايه؟ لازم يكون الناس كلها تكون عارفاه. لا ما اعرفوش. اصل هو رقم واحد على اليوتيوب. لا ما هو انا مش بتاعه رقم واحد على اليوتيوب اه. والكلام ده. لا انا مش بتاعه الكلام ده خالص. ما احنا مم. اتفقنا بقى موضوع السوشيال ده، لو دفعت له فلوس هتبقى رقم واحد، ولو عملت حاجات فجه هتبقى رقم واحد، ولو انا طلعت قلعت لكم بلطه هبقى رقم واحد. ايه الهبل ده يعني؟ لا طبعا مم. احنا ضد الكلام ده كله يعني. شكرا.